ورحمة الله وبركاته. اخواتنا وحبايبنا، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي اتكلم معاكم في موضوع هتشوفوه غريب شويه. السؤال اللي عايز اساله لكم، هو في حد عاقل يشتري عربيه وهو ما بيعرفش يسوق؟ يعني انا المنطق بيقول ان انا اروح اشتري عربيه ب 300,000 ب 250,000 ب 100,000 وانا اصلا ما بعرفش اسوق؟ اكيد لا، مفيش حد فينا هيعمل كده. لازم اروح الاول اتعلم في مركز قياده، او اشوف واحد صاحبي كده لو انا عايز اوفر يعلمني على عربيه سكند هاند كده نص عمر، عشان لو خبطتها عادي يبقى الموضوع بسيط. طب ليه الثقافه دي ما بتطبقش على دول؟ ليه لما بنيجي نجيب كلب بنجيبه وخلاص؟ لا احنا فاهمين لغه، ولا فاهمين احتياجات، ولا فاهمين احنا المفروض نعمل ايه علشان يفهمنا. يعني احنا كمان نكلمه ازاي؟ لازم تبقى فاهم لغتك صح ايه تتعامل مع كلبك، ولازم تبقى فاهم كلبك كمان بيتكلم ازاي. الكلاب بتتكلم، بتتكلم بلغه جسمها، بتتكلم بصوتها. الكلاب كمان ليها احتياجات. يعني ايه ليها احتياجات؟ هو مش مشكلته الاكل والشرب بس. خلونا صراحه، النهارده كل حاجه بقت غاليه. تربيه الكلاب ما بقتش للناس الفقراء. الموضوع شويه محتاج مننا مصاريف. تطعيم الكلاب النهارده بمبلغ، اكل الكلاب النهارده بمبلغ، لا قدر الله لو كلب تعب محتاج مبلغ. اقل كلب النهارده في البيت بيصرف مش اقل من 1000 جنيه. ده مبلغ مش كلنا بنقدر عليه. ايه اللي انا شايفه؟ انا شايف دايما بقول ناس كتير بتجيب كلاب بتموت منها عشان هم مش عارفين يعني ايه. بيروح يجيب بابي 45 يوم ويحطه في البيت، يرميه في البلكونه، يرميه في الجنينه، ومش فاهم اصلا المفروض ده يعيش ازاي. مكان معيشته يكون ايه، مساحه المكان اللي ينام فيه الكلب ده تكون قد ايه في قد ايه، ايه التطعيمات اللي هو محتاجها. ياما ناس اعرفها وناس بقابلها كتير يستخسر في الكلب التطعيم ابو 250 جنيه. هو شايف انه في حاجه تانية اولى. لا خلاص، ما كنتش تجيب. مسؤوليتك عن عربيتك اللي بفلوسك، لو خبطتها او خدشتها او حكيتها هتحلها بفلوس، لكن ده مسؤوليته قدام ربنا كبيره. انت جبت كائن حي له احتياجات، حطيته في اسفل فاصبح ملزم منه. مش عايز اكلمكم بشكل ديني، بس زي ما في ست دخلت النار في قطه، في راجل دخل الجنه في كلب نشربه. فالرعايه هنا للكلب مش مجرد اكل وشرب يا جماعه. الموضوع بجد كبير جدا. لازم تبقى فاهم زي ما بتبقى فاهم في عربيتك هدي الغيار الاولاني واطلع ازاي، لازم تبقى فاهم كلبك من دي 1 اول ما تجيبه ايه المفروض تعمله معاه. في عميل بيكلمني كلبه عنده سنه ونص وسنتين، انا عايز اعلمه تويلت. تويلت ايه يا باشا؟ تويلت ده افضل وقت تعلم فيه الكلب دي 1 وهو داخل. ننسى بقى العقول القديمه يعني اللي عندها علم ولا عندها فهم، اللي تقول لك الكلب بيبدا تعليم من سن 6 شهور طاعه ومن سن سنه ونص حراسه. ما عادش الكلام ده يا جماعه. الكلام ده كان زمان. لو سمحت دور صح قبل ما تشتري كلب. اعرف ذاك، افهم انت محتاج ايه وهو هيبقى محتاج ايه، هتقدر تنفذه له. عندك مقدره ماديه، عندك وقت. ما ينفعش تقول لي هجيب كلب وانا اصلا باجي من الشغل الساعه 12 بالليل وبصحى امشي الساعه 8 الصبح. طب انت ما عندكش وقت لنفسك اصلا. جيب كلب تقعد معاه امتى؟ هترميه كانه معزه اكل شرب شكرا؟ حرام حرام يا جماعه. لازم يكون في غرض لتربيه الكلب، والاغراض كتير مش حراسه بس. الكلاب دي فوائدها كتير علينا. الكلاب دي عندها مواهب لسه العلم ما اكتشفهاش صدقوني. فالموضوع مش هات كلب ارميه في بوك اكل شرب شكرا، عيه مش مهم، محتاج حاجه مش مهم، لا فاضي العبه ولا فاضي ادربه ولا فاضي اعلمه، في الاخر ارجع. خلي بالكم لو سمحتوا،